مساء الخير يا زملكاوي، مساء الخير على جمهورنا، جمهور نادي الزمالك المحترم. مفاجآت وكواليس مدوية وتفاصيل نارية عن صفقات نادي الزمالك ومفاجأة جون ادوارد الجمهور. ولكن قبل اي حاجة عايزك تضرب اللايك المتين يا زملكاوي. عايز الفيديو ده يوصل ل 500 لايك، 500 لايك، وشير الفيديو في كل حتة. ويلا بينا بقى على اخبار النهارده. قبل ما ادخل على اخبار نادي الزمالك عايز اتكلم عن موضوع الخناقه او السخريه اللي حصلت من سيد عبد الحفيظ في برنامج ابراهيم فايق، والسخريه من خالد الغندور. هقول لكم التفاصيل والحكايات والروايات. امبارح طبعا كان في حلقه لكابتن سيد عبد الحفيظ مع نجوم نادي الزمالك مدحت عبد الهادي وطارق السيد ومحمود فتح الله مع ابراهيم فايق، واتكلموا على موضوع الفينا. وقال لك الفينا قريب من خالد الغندور، ولكن مش دمه تقيل زي خالد الغندور. ده طبعا تصريح لسيد عبد الحفيظ، بغض النظر عن مين اللي بيتكلم عن تقل الدم. سيد عبد الحفيظ اللي هو اتقل دم في الكوكب اصلا بيسخر من خالد الغندور بانه دمه تقيل. انا مش متفق مع خالد الغندور على بعض الحاجات الاخيره اللي بيعملها مع نادي الزمالك، والهجوم الدائم على جون ادوارد، والهجوم الدائم على المدير الفني في بعض الاخطاء الكارثيه اللي بيعملها او يرتكبها خالد الغندور. ولكن هيظل خالد الغندور الكابتن التاريخي للنادي الزمالك، وهيكون بالنسبه لي هو الشخص اللي انا لازم ادافع عنه ضد اي حد، حتى لو كان اهلاوي منافق. زي مين؟ زي سيد عبد الحفيظ، ان يعني بيتكلم عن تقل الدم. سيد عبد الحفيظ يا جماعه اللي كان مرتضى منصور يطلع على قناه ال تي سي لو فاكرين في برنامج سيد عبد الحفيظ ويتكلم ويشتم محمود الخطيب ومحمود طاهر، ما كناش بنسمع صوت لسيد عبد الحفيظ، ولكن دلوقتي بنسمع له صوت. بغض النظر عن سيد عبد الحفيظ مش هتكلم عليه كتير علشان شخصيته، هو بيحب البوم والطخ وبيحب الكلام ده. واتمنى من خالد غندور يرد عليه بنفس الطريقه، يعني نفس الاسلوب الرخيص ده تتعامل معاه مع سيد عبد الحفيظ، عشان هو بيحب الطريقه دي. لازم الشخص اللي بيحاول ياخد لقطه تديها له، ولكن تديها له على دماغه. ده الطريقه الصحيحه للتعامل مع سيد عبد الحفيظ. ولكن انا مش هتكلم عن موضوع سيد عبد الحفيظ، انا عايز اتكلم عن موضوع طارق السيد وموضوع مدحت عبد الهادي. بعد طبعا ما قال دمه مش تقيل زي خالد الغندور، لقينا صريخ ضحك من مين؟ من طارق السيد. يا كابتن طارق انت زملكاوي، واللي بيتهاجم او بيتنمر عليه او بيسخر منه هو الكابتن التاريخي نادي الزمالك كابتن خالد غندور اللي لعب معاك في الفريق. بغض النظر انك شخص المفروض يعني في مكان البرنامج اللي موجود فيه اصلا بيهاجم نادي الزمالك محدش يتكلم، ولكن اللي موجود كمان اهلاوي بيسخر من نجم او صديقك في الملاعب وصديقك في الفريق، وتكون بتضحك بالطريقه اللي انت فيها دي. فكم الرخص اللي موجود يا جماعه مش طبيعي. مش طبيعي ان يكون واحد زي طارق السيد بيعمل كده علشان بس يفضل موجود ويجيبوه تاني في البرنامج ويبقى لطيف وظريف وخفيف على الضيوف، ونقدر نتريق من خلاله على الزمالك وما يتكلمش. فطبعا دي حاجه رخيصه جدا 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 بيقوم بيها طارق السيد. وعايز جمهور الزمالك يفرق بين الناس اللي عندها كرامة، وان الشخص اللي يبيع نفسه ويبيع كرامته من اجل الفلوس. عايزك تفرق يا زملكاوي بين الشخص المحب لجمهور الزمالك واللي يموت نفسه عشان الزمالك، ومن الشخص اللي يقل من كرامته ويقل من ناديه علشان الفلوس. ده الفرق بين طارق السيد واي نجم يعني محترم ما يقبلش الاهانة على ناديه او على نادي الزمالك او على نفسه. فمش عارف كابتن طارق السيد ليه بيعمل كده. حاجة غريبة جدا جدا جدا. واتمنى من كابتن خالد غندور يرد رد قوي على هذا السيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ يا جماعة غلطاته واخطائه تخليك يعني تسخر وتتريق منه للصبح. الشخص اللي يحاول ياخد عليك لقطة اديها له، ولكن اديها له على دماغه، اديها له على دماغه يا كابتن خالد. ندخل بقى على موضوع جون ادوارد ومفاجأة اللاعب الكبير، لاعب نادي بتروجيت حامد حمدان، اللاعب اللي ضحى من اجل كيان نادي الزمالك العظيم. ورغم كده الزمالك عمره ما يسيب ولاده. اللاعب اللي يضحي علشانك لازم
تقدم له الحد، اللي يقدم لك السبت تقدم له الحد. فحامد حمدان ان شاء الله باذن الله تم الاتفاق معاه، واللاعب هيشارك مع نادي بتروجيت الماتشات القادمه، طبعا بعد ما قدم اعتذار رسمي للاداره وان خلاص هيدخل في المشاركه مع نادي بتروجيت. اتفاقات رسميه تمت، واللاعب خلاص ان شاء الله باذن الله مع نادي الزمالك في يناير مقابل 20 مليون جنيه. طبعا هتكون صفقه قويه جدا جدا جدا، وهيكون لاعب مفيد بصوره كبيره مع نادي الزمالك. يا جماعه احنا كنا بنلعب بسيف فاروق جعفر رقم 6، يعني انتوا متخيلين الكوارث والحاجه، يعني فضايح فضايح وكوارث في موضوع التشكيله، انك توصل انك تلعب بسيف فاروق جعفر اللي ما بيعرفش يلعب في 8 ولا بيلعب في 10، تلعب بيه رقم 6، فدي في حد ذاتها كارثه. فطبعا التعاقد مع حامد حمدان هيكون مفاجاه، وهيكون صفقه قويه ومؤثره ان شاء الله مع نادي الزمالك. اللاعب طبعا هيبقى جاي بروح كبيره جدا وجاي باصرار قوي جدا، بعد ما كانت الصفقه هي صفقه الموسم بالنسبه له. طبعا هي صفقه الموسم، اللاعب اللي ضحى بصوره كبيره جدا من اجل الانضمام لنادي الزمالك. فان شاء الله باذن الله احنا في انتظار الصفقه المدويه، صفقه حامد حمدان. في مفاجاه تانية عايز اقولها لكم، وهي موضوع اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي جاي له عروض من بره. طبعا العروض دي ممكن الناس يعتبروها كوبري، او طبعا باتفاق بقى مع جون ادوارد اللاعب يطلع بره كوبري وبعد كده احنا نشتريه من نادي تاني ايا يكن. ولكن اشرف بن شرقي لو تم التعاقد مع نادي الزمالك هيكون صفقه قويه جدا. حد يسالني يقول لي اشرف بن شرقي يرجع، هقول له يرجع. اشرف بن شرقي لاعب محترف، لاعب حتى لما راح الاهلي ما عملش اي حاجه مسيئه لجمهور الزمالك او لكيان نادي الزمالك العظيم. فلاعب محترم، لاعب يعني اللي يقدرني ويحترمني حتى لو رحت المنافس، فبالنسبه لي هتكون لعيب كبير ولاعيب محترم. حتى لما جاب الهدف في نادي الزمالك ما احتفلش وعمل الحاجات اللي عملها امام عاشور ويسيسو طبعا لما هيعمل كده برضه. فلاعب اقدر اقول عليه لاعب عنده اصل، لاعب عنده اصل. واختار الفلوس عشان انت عندك ضعف في الاداره وضعف في الامكانيات، ولكن ما اقدرش الوم لاعب محترف ده يعني بغض النظر عن اي حاجه، هو لعيب هيختار حياته ويختار الفلوس. فبالنسبه لي ده لاعب محترف، ولكن لو تم التعاقد معاه هيكون صفقه قويه جدا 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 مع نادي الزمالك. تألق للاعب عبد الحميد معالي النهارده في مباراه النجوم واحرازه هدف عالمي. عبد الحميد المعالي بيحرج المدرب الكفتاجي اللي قاعد على الخط بره، والنهارده جاب هدف عالمي امام نادي النجوم في المباراه الوديه اللي جمعت الزمالك النهارده مع النجوم. طبعا لعيب يا جماعه من طراز فريد، لعيب مختلف تماما. اللي بيقول لك احمد ايشو احسن منه، بيقول لك ايشو احسن من عبد الحميد معالي. اللاعب اللي لعب مباراه شارك في مباراه كان سبب اساسي في فوز الزمالك، عمل طبعا اسيست او يعني تمريره ساحره. لاعب امكانياته جباره، ولكن تديله فرصه علشان يظهر امكانياته. طبعا عبد الحميد معالي هيجبر المدرب الفني باللي هو هيلعب بيه الماتشات القادمه. وانا قلتها لكم عبد الحميد معالي هيلعب مكان ناصر كوستا، ناصر ماهر السبب الرئيسي في ضياع الثلاث نقط الماتش اللي فات هيترمي شويه على الدكه. مش عايزين نشوف ناصر ماهر الفترات القادمه، فان شاء الله يثبت نفسه عبد الحميد معالي ويكون موجود في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك الماتشات القادمه. قبل نهاية الفيديو عايز اتكلم عن اعتذار محمود الونش. طبعا محمود الونش اعتذر عبر الستوري الانستجرام عن الغلط اللي عمله والطرد. طبعا قال لك انا حاسس بالذنب طبعا بسبب الطرد، وانه تسبب في خساره 3 نقط، واتمنى من جمهور الزمالك انه يسامحني. وطبعا عمل رساله يعني اقول لك فيها تعاطف كبير جدا، ولقينا يعني قبول كبير جدا من جمهور نادي الزمالك على رساله الونش. ولكن اتمنى يا ونش يكون الرد في الملعب، اكون شايف حماس منك وشايف تعويض عن ال3 نقط اللي فقدناهم الماتش اللي فات. تعويض الماتشات القادمة، عندك 5 مباريات قادمة، أتمنى نحصل على ال15 نقطة كاملين. لو تم العثور على ال15 نقطة، طبعا الماتشات فيهم الأهلي وفيهم بيراميدز، لو تم الحصول على ال15 نقطة كاملين فإن شاء الله بإذن الله الدوري إن شاء الله هيكون في 100 عقبة. صالحوا الجمهور بالفوز المباريات القادمة. ده كان كل فيديو النهارده يا زملكاوية، يعني أتمنى لو فيديو عجبك اضرب اللايك المتين واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية، وشكرا ليكم.